كنت راجل معاهم قوي، عملت معاهم حلو كتير قوي، خدمتهم كتير قوي وما لقيتش مقابل للكلام ده، تعال اقول لك تعمل معاهم ايه. اولا اوعى تندم على جدعنتك ورجالتك مع حد. انت راجل عشان انت راجل، انت جدع عشان انت جدع. هم ما قدروش ده عشان عيب فيهم هم. خليك انت تفضل جدع وراجل زي ما انت. لكن اعمل معاهم ايه؟ ما هو قللوا مني، طريقتهم معايا ما كانتش حلوه. اعمل معاهم ايه؟ قبل ما اقول لك تعمل معاهم ايه هقول لك ايه اللي خلاهم عملوا كده. اللي خلاهم عملوا كده كتر جدعنتك، كتر مرجلتك. المبالغه في العطاء بتعلم العالم عدم الاحترام، عدم الذوق. هم اتعودوا منك انت تبقى محترم، تبقى جدع، تبقى راجل. في المقابل هم ما قدروش كل ده. اي حد قلل من قيمتك، قلل من مرجلتك، ما قدرش مرجلتك، ما قدرش قيمتك، حاول يقلل من احترامك في عيون العالم، احرمه منك، احرمه منك، خليك مش موجود. عدم وجودك رعايه لك، يعني تقدير لك، وانت بتحط من شخصيته. هو هيعرف قيمتك لما تبعد. طول ما انت موجود مش عارف قيمتك. ابعد حبه هتزيد محبه. عموم حياتك مع اللي بيقدر مش مع اللي بيقدر. خلي وجودك نادر، خلي وجودك قليل، خلي وجودك غالي، خلي اللي فعلا اللي يشوفك عاوز يتطول. رحت فرح، رحت عزاء، رحت مكان، رحت قعده، رحت انت في اي اجتماع، خلي وجودك قليل هيبقى غالي. مش معنى كده بقول لك خليك قليل الذوق مع العالم، لا، خليك محترم وغالي. لكن اللي بيقدر كده، حد مش بيقدر في موجود في مكان، خلي وجودك قدامه مش ضعف منك، لكن احرم الكل من وجودك بسبب فلان. بعد كده لما هتيجي تحضر مش هيحضروا معاك فلان، لان عارفين ان وجود فلان هيخليك وجودك مش هيطول، لا هيبعدوا فلان خالص عشان انت عندهم اغلى واثمن. الاحترام ده ما ينطلبش، لابد يفرض على الانسان اللي قدامك. بتفرضه انت، وهو لابد يكون انسان بيقدر يحترمك بدون ما تطلب. اوعى تروح تقول لفلان انا كان المفروض تحترمني وتقدرني وتعملني. لو اتقال الكلام ده انت بينت انت حد مش محترم، انت حد مش بيتقدر. الاحترام لا يطلب بل يفرض على مني انا لك، يفرض علي انا لك عشان انت حد محترم. لكن لو انت طلبته مش هديهولك، ولو اديتهولك هديهولك تصرف حاله كده لحد ما تغور من قدامي، وبعد كده مش ههتم بيك. فالاهتمام، اوعى تطلب الاهتمام من حد، اوعى تطلب من حد ان يحترمك يهتم بيك. الحاجات دي تفرض لقوه شخصيتك، ولان انا حد محترم فانا هحترمك. يبقى اللي بيحاول يقلل من احترامك، من تقديرك، من قيمتك في عيون العالم، الغي وجودك في حياته، ابتعد عنه تماما. حاول تخليه يتعامل مع عالم تانية عشان يبقى يعرف قيمتك. حاول تخليه، مش انت اللي هتروح تقول له كده، لكن هو لما يتعامل مع عالم تاني هيعرف ان كان بيتعامل مع شخصيه عاليه قوي. لما يجرب غيرك، فانت سيبه هو والدنيا شويه، سيب الدنيا تخبط فيه حبتين، سيب الدنيا تلطش فيه حبتين، هيعرف ان اللي كان معاك كان راجل قوي وجدع قوي ومحترم قوي. لما يجرب غيرك، لما يعيش مع غيرك، هيعرف قيمتك قوي. فما تحرموش من دي، خليه يقابل اللي هيهمله وبتوع الكلام وبتوع النفاق. ساعتها هيعرف ان انت كنت رجل افعال مش رجل اقوال. ولما يقابلك في اطار الحياه بعد كده، قطر الحياه هيجمعكم ولا كانك شايفه، ويتعامل عاد سلام ومحبه، مش نفاق ولا حاجه والعياذ بالله. ولكن هو ده اللي هو يستاهله، لان لما كان في ايده جوهره غاليه، حد غالي ما قدرهاش وما حافظش عليها، فكان لابد انها تضيع منه.